ايه الملفات اللي مرتضى منصور قال لخالد يوسف هفتحها وهقعدك في البيت؟ وايه حكايه اشهر 5 قضايا قعدت خالد يوسف فعلا في البيت وخلته يسيب مصر؟ تعال اقولك. اول قضيه بوسه زوجة العميد. حكاية القضية دي بدأت في ديسمبر 2015 لما قدمت زوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بلاغ ضد خالد يوسف، وقالت في البلاغ ده اللي أحيل بعد كده للمحكمة، قالت فيه إنها اتعرفت على المخرج صدفة بمهرجان الإسكندرية السينمائي وكان معاها جوزها، ولما شافت خالد أعجبت بيه وقالت له عايزة أتصور معاك زي أي فنان، ودار بينها وبينه حوار. فخالد قال لها أنت بتملكي وجه سينمائي وان انا عايز اساعدك تبقي نجمه، بس لازم تجي لي مكتب ميدان لبنان. وفعلا قالت انا رحت له عشان يعمل لي اختبارات الممثل، وكان معايا جوزي، واول ما دخلت طلب مني ان اخش معاه المكتب وجوزي بره، واول ما دخل قعد يكلمني على التمثيل وفجاه بقى يلمسني ويحضني ويبوسني بالعافيه، وانا وقفت قلت له انت قليل ادب. وبعد كده اخد مني صور الشخصيه بالعافيه من تليفوني عشان يبتزني، وطلب مني عشان الصور دي ما يشوفهاش جوزي ان انا احضر لمكتبه عشان يعمل لي برضه اختبارات التمثيل. لكن المره دي قال لي البسي تحت لبسك قميص نوم قصير. لكن بتقول زوجة العميد في البلاغ انا اول ما رجعت قلت لجوزي ان خالد يوسف وقتها عمل معايا كده، اللي فورا خدني وقدم بلاغ ضد خالد يوسف. لكن خالد يوسف لما عرف كده قدم بلاغ بالتشهير، وخرج تقرير مباحث الانترنت بيقول ان في شات بينه وبين زوجة العميد وانها ارسلت له صورها على الواتساب بارادتها، مش زي ما قالت ان هو بيبتزها، وكان في كلام رايح جاي بينهم، والصور كانت بكل الاوضاع. واتقفلت القضيه، ودي كانت القضيه الاولى. القضيه الثانيه ممنوعات في المطار. حكايه القضيه دي في يناير 2017 لما كان خالد يوسف مسافر باريس عشان يروح لمراته، واتقبض عليه في المطار وبحوزته 100 قرص من ممنوعات اسمه زانكس، وده محظور. وقتها خالد يوسف نفى وقال انا ما بتعطاش المخدر ده وانا جايبه لمراتي شاليمار، ومحاميه جاب روشته بتقول ان مراته فعلا بتاخد الدواء ده. واتحفظت القضيه ضد خالد يوسف. القضيه الثالثه تسريبات فيديوهات خارجه. حكايه القضيه دي لما انتشرت فيديوهات خارجه قال البعض ان خالد يوسف هو اللي فيها، وكان معاه مجموعه من الفنانات والمذيعين، وفضلت الفيديوهات دي تنتشر. لكن بعد سنتين كان خالد يوسف عضو في البرلمان، وفي برلماني باع بالغلط الفيديوهات دي، فرجعت القضيه تاني على الساحه. وخالد يوسف لما لقى الموضوع سمع كتب وقتها على الفيسبوك انه بيتعرض لحمله تشويه مقصود، وفجاه سافر فرنسا. ومفيش كام يوم اتقبض على الفنانات اللي ظهروا في الفيديو، وبالتحديد منى فاروق وشيماء حاج، والاثنين احيلوا للنيابه بتهمه التحريض على الفسق. واعترف الاثنين بان خالد يوسف هو اللي صورهم، واتحبسوا على ذمه القضيه 5 شهور. وبدات الصحف تنشر اعترافات الاثنين، والاثنين قالوا ان خالد يوسف متجوزهم عرفي وان هو صورهم من غير ما يعرف، لغايه ما النائب العام امر بحظر النشر في القضيه دي. لكن خالد يوسف لم يتهم في القضيه دي. القضيه الرابعه خالد يوسف ضد رانيا يوسف ووفاء عامر. والحكايه في 2019 لما كان خالد يوسف بره مصر في باريس، ظهرت وفاء عامر ورانيا يوسف اتكلموا عليه في برنامج شيخ الحاره، واتكلموا على الفيديوهات اللي انتشرت مع الفنانين. خالد يوسف وقتها كلف محاميه ان هو يرفع عليهم قضيه سب وقذف، وفعلا رفع القضيه لكنها اترفضت. القضيه الخامسه والاخيره خالد يوسف يحبس صاحب عضو. وحكايه القضيه دي ان زوجة خالد يوسف شاليمار الشرباطلي، ودي سيده اعمال كبيره، قدمت بلاغ من 1.5 سنة بتقول ان في مجوهرات ليها وقيمتها 40 مليون جنيه بتختفي. وفجاه قدمت شاليمار بلاغ اتهمت فيه صديقها المقرب وصديق جوزها المخرج عمر زهران، وقالت ان هو اللي سرق المجوهرات دي. وفعلا اتعمل كمين للمخرج عمر زهران، واول ما اتقبض عليه راحوا فتشوا بيته ولقوا فيه بعض مقتنيات شاليمار. لكن عمر زهران لما اتقبض عليه قال في اقواله في النيابه دي مش الحاجات المسروقه، دي مجرد هدايا هي اللي ادتها لي، انا ماليش دعوه. الغريب ان هو كان معاه مفتاح شقتها وكان بيروح لوحده كذا مره حتى وهي مش موجوده. وقال كمان في اعترافاته انا كنت بروح الشقه دي وهي مسافره عشان ادور لها على المجوهرات المختفيه لانها كانت مهمله وكانت الشقه واسعه. لكن لما النيابه استدعت خالد يوسف، الغريب ان بيقول انا ما اعرفش ان عمر زهران كان معاه مفتاح ولا حاجه، وده حاجه غريبه لاني عرفت ده بعد ما اتقبض عليه. عمر زهران برضه بيقول في اقواله لما اتسال هل في خلاف بينك وبين شاليمار او خالد يوسف، قال كان في موقف لما كنا في مصيف انا والفنانه هالة صدقي وشاليمار زوجة خالد يوسف، وهالة قالت لي ان المجوهرات اللي بتختفي دي في الشقه الثانيه اللي بيملكها خالد يوسف. ولما عرف خالد يوسف اتضايق مننا جدا. وعلى فكره ده اللي قاله دفاع عمر زهران، اللي قال ان كل اللي بيحصل ده عشان عمر زهران وهالة صدقي قالوا لشاليمار خدي بالك
خالد يوسف جوزك هو اللي بيسرق. وقتها خالد قرر ينتقم من عمر زهران. القضيه دي بيترفع فيها المستشار مرتضى منصور والمحامي المعروف محمد حموده، هم اللي اترفعوا عن عمر زهران. وطبعا مرتضى منصور ما سكتش وفتح ملفات خالد يوسف، خاصة بعد ما موكله عمر زهران اتحكم عليه ب2 حبس. وراح مرتضى منصور اتهم خالد يوسف باتهامات كتير، فخالد يوسف قدم ضده بلاغ بالسب والقذف والتشهير. فرد عليه مرتضى منصور وقال له حلو تقدم فيها بلاغ عشان نفتح القضايا القديمة، قضية المطار واللي افرج عنك في نفس اليوم، وقضية الفنانة والفيديوهات اياها اللي ما حصلكش اي حاجة، ومين اللي هربك لفرنسا عشان ما تتحبس. فالايام الجايه مخبيه كتير جدا لخالد يوسف وقصصه وقضاياه. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان عمر زهران فعلا بريء ولا خالد يوسف هو اللي ورا الاتهام ده؟ شاركونا برايكم في التعليقات، وعلى الفيديو، اعمل لايك وشير، وتابعونا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على